ينبغي على المسلم أن يصاحبه حسن الظن بالله في كل تعبداته. وأوضح ذلك: ينبغي أن يصاحبه حسن الظن بالله تبارك وتعالى في كل تعبداته. مثلا إذا دعوت الله فأحسن الظن بالله، وتذكر قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فأحسن الظن بالله أن يجيب دعاءك، وأن يحقق رجاءك، وأن يعطيك سؤلك. إذا كنت مذنبا ومقصرا أحسن الظن بالله، لا تستولي عليك الذنوب والمعاصي والآثام وتقول ذنوبي كثيرة، ويستولي عليك اليأس والقنوط. لا تكن كذلك، أحسن الظن بالله، وأنه سبحانه يغفر الذنوب مهما عظمت ومهما كثرت. وهو القائل جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب. نعم، وهو القائل سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذا أيضا قلت ذات يدك وحاجتك، أحسن الظن بالله، وأنه واسع الفضل، وأن خزائنه ملأى، وأنه عظيم المن، وقل هذا لقصور فيه أو رحمة بي أو لطفا بي. أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى في حال فقر الإنسان وقلة ذات يده، يحسن الظن بالله، يحسن الظن بالله بأنه واسع الفضل، وأن فرجه قريب، وأن تيسيره قادم، وأن الرزق بيده، ويصبر أيضا على قلة ذات اليد، ويقول هذا من لطف الله بي وإرادة الخير بي. يحسن الظن بالله جل وعلا. في كل مقام من مقامات الدين ينبغي أن يستصحب المرء حسن الظن بربه ومولاه. إذا كان الإنسان مريض يحسن الظن بالله: اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. انظر قول إبراهيم الخليل: وإذا مرضت فهو يشفين. يحسن الظن بالله أن يشفيه، ويلجأ إلى الله ويدعوه، لا يقول عن مرض من الأمراض هذا مستعصي ولا يمكن أن. أحسن الظن بالله أيا كان المرض، وثمة أمراض تعد مستعصية ولجأ من أصيب بها إلى الله وصدق مع الله وأحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى، ومن الله عليه بالشفاء، ومن الله سبحانه وتعالى. والقصص في واقع الناس والحكايات في هذا الباب كثيرة جدا. فينبغي أن يكون العبد مستصحبا حسن ظنه بربه سبحانه وتعالى في كل مقاماته، في كل مقاماته وفي كل أحواله. وكما قدمت أيضا هذا الحسن في الظن بالله سبحانه وتعالى راجع إلى حسن المعرفة به وبأسمائه وصفاته ورحمته وكرمه وإحسانه وجوده وفضله إلى غير ذلك من أسمائه الحسنى وصفاته العليا. قال: وعرف نفسه. وعرف نفسه. إذا كان عندك اتهام في قضية ما اتهم نفسك، اتهم نفسك التي ركبت على الظلم والجهل، إنه كان ظلوما جهولا. فإذا كان ثمة قصور أو خلل أو نقص أو لا تتهم ربك، اتهم نفسك. اعرف نفسك أنك ظلوم وجهول وأنك مقصر. قل هذه ذنوبي، هذا تقصيري، هذا تفريطي، أنا العبد المقصر، أنا العبد. لوم نفسك، اتهم نفسك. ولهذا ينبغي أن ينتبه إلى أن سوء الظن بالله مبني على الجهل بالله والجهل بالنفس. مبني على هذا، مبني على الجهل بالله والجهل بالنفس. لأن من عرف الله حقا بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى أحسن الظن به ولا بد، أحسن الظن به ولا بد. ومن عرف أيضا نفسه حقا بظلمها وجهلها وتقصيرها وتفريطها وأخطائها أساء الظن بنفسه لا بربه. ولهذا عندما يتحرك في الإنسان سوء الظن فليجعله على نفسه الظلومة الجهولة، لا يجعل سوء الظن بربه الحكيم العليم
الرؤوف اللطيف المحسن المنان المنزه عن النقائص جل وعلا للجلال والكمال والعظمة، يجعل سوء ظنه بنفسه. ولهذا إذا وجد سوء الظن فهذا منشأ عدم معرفة الإنسان بربه وعدم معرفته بنفسه. وهذا الفائدة ثمينة جدا ختم بها رحمه الله. قال: الرابعة أن لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات، هذه معرفة الرب بأسمائه وصفاته، وعرف نفسه. عرف نفسه. معرفة الأسماء والصفات أي معرفة الله بالكمال، كمال الأسماء وكمال الصفات والعظمة والجلال والغنى والرحمة واللطف إلى غير ذلك. وعرف نفسه بالظلم والجهل والذنب والتقصير والخطأ، فيجعل سوء الظن بنفسه لا بربه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. ورواه أحمد وزاد: فإن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. وروى الإمام أحمد من حديث واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وروى مسلم في كتابه الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت ب3 يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وجاء في سنن أبي داود والترمذي، جامع الترمذي وصحيح ابن حبان، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن حسن الظن بالله من حسن العبادة. وفي إسناده مقال إلا أن معناه حق لا ريب فيه، فحسن الظن بالله من حسن العبادة. وحسن الظن بالله جل وعلا أمر يتعلق بالقلب، قلب المسلم، وهو من العبوديات العظيمة، بل من واجبات التوحيد المهمة، ومن منازل السائرين، وأمر ينبغي أن يكون مصاحبا للمسلم في كل أموره وجميع أحواله وجميع تعبداته. وسأشير بإذن الله تبارك وتعالى إلى شيء من الأمثلة التي توضح ذلك وتبينه. ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام العظيم أن مبنى حسن الظن بالله جل وعلا هو حسن المعرفة بالله. فإن العبد كلما كان بالله أعرف كان أحسن ظن بالله جل وعلا. وما أتي الإنسان في سوء ظنه بربه جل وعلا إلا من سوء معرفته بالله. ولهذا فإن قيام حسن الظن بالله جل وعلا على حسن المعرفة به، معرفة بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وأنه الرحيم الرحمن، الكريم المنان، الغفور التواب، الجواد المحسن، ذو الفضل العظيم والعطاء الجزيل والرحمة الواسعة
الذي وسع كل شيء رحمة وعلما وعطاء وفضلا، لا خير إلا خيره، ولا إله غيره سبحانه وتعالى. فإن العبد كلما عظم معرفة بهذا الرب العظيم جل في علاه زاد حسن ظنه به جل وعلا. ولهذا فإن هذا المقام، مقام حسن الظن، يحتاج من العبد إلى حسن معرفة بالله وأسمائه وصفاته، وفقها في هذا الباب العظيم، فقها في هذا الباب العظيم، باب المعرفة بأسماء الرب جل وعلا وصفاته العظيمة التي تعرف إلى عباده بها في كتابه وفي سنة نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه. والآيات التي فيها بيان ذلك، أي التعريف بالرب وبأسمائه وصفاته وأفعاله وعظمته وجلاله، كثيرة، بل لا تكاد تقرأ آية من القرآن إلا وفيها شيء من ذلك أو شيء من لوازم ذلك مما يدل على عظمة الرب وجلاله وكماله سبحانه وتعالى. فكلما زادت هذه المعرفة بالله عز وجل زاد حسن الظن. ووجود حسن الظن بالله في قلب العبد هذه من أكبر النعم وأعظم المنن. وقد روى ابن أبي الدنيا رحمه الله في كتابه حسن الظن بالله، وهو كتاب مطبوع وعظيم في هذا الباب، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله. قال: والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله. ثم قال: والذي لا إله غيره لا يحسن عبد الظن بالله في شيء إلا أعطاه الله ظنه، ذلك أن الخير كله بيده، ذلك أن الخير كله بيده سبحانه وتعالى. وتنبه لقوله رضي الله عنه: وذلك أن الخير بيده، لتدرك من خلال ذلك أن مبنى حسن الظن بالله عز وجل على حسن المعرفة به. فإذا استيقن العبد وآمن إيمانا جازما أن الأمر كله بيد الله، وأن الخير بيد الله، وأن الخير خيره جل وعلا ولا إله غيره، مال بكلية قلبه إلى الله عز وجل محبة وتعظيما وإجلالا ورجاء وطمعا وإقبالا على طاعة الله سبحانه وتعالى. ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام العظيم، مقام حسن الظن بالله، أن حسن الظن بالله عز وجل لا يتأتى من العبد إلا مع حسن العمل، لا يتأتى من العبد إلا مع حسن العمل. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن المؤمن أحسن العمل، إن المؤمن أحسن العمل فأحسن الظن بالله، وإن الفاجر أساء العمل فأساء الظن بالله.
فانظر إلى هذا التلازم بين حسن العمل وحسن الظن وسوء العمل وسوء الظن. ولهذا من كان معرضا عن ربه شاردا عن مولاه منصرفا عن طاعته وعبادته لا يتأتى من شخص هذا شأنه مع ربه أن يكون حسن الظن بالله عز وجل، لأن فساد العمل والإخلال بالطاعة لله سبحانه وتعالى يترتب عليها ضعف في هذا الباب العظيم، باب حسن الظن بالله تبارك وتعالى. ولهذا فإنها ثلاثة أمور متلازمة ينبني كل واحد منها على الآخر، وهي كالعقد آخذ بعضها ببعض. الأول حسن الاعتقاد الذي هو حسن المعرفة بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، والثاني وهو ينبني عليه حسن الظن بالله تبارك وتعالى، والثالث وهو ينبني عليه هو حسن العمل. وهذا يبين لك الأصل الذي ينبه عليه العلماء رحمهم الله تعالى، أن حسن العمل راجع إلى صلاح المعتقد وصلاح الإيمان والمعرفة بالله جل وعلا. فإن الأمر كما قيل: من كان بالله أعرف كان لعبادته أطلب وعن معصيته أبعد، من كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. وحسن الظن بالله جل وعلا ينبغي أن يكون مصاحبا للمسلم في كل أموره وجميع تعبداته وجميع أحواله. وبالأمثلة يتضح هذا المقام. فمثلا مقام الاستغفار هو مقام عظيم من مقامات الدين، ومطلوب من العبد أن يكثر من الاستغفار. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. هذا الاستغفار في كل مرة يصدر منك ينبغي أن يكون مصحوبا بحسن الظن بالله، فإنك إذا استغفرت فإنك بهذا الاستغفار تطلب من الله المغفرة لذنوبك كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، علانيتها وسرها. فأحسن الظن بالله عز وجل أن يغفر لك ذنبك. في مقام التوبة، هو من أعظم مقامات الدين وأجلها، والتوبة حبيبة إلى الله مع غناه عن عباده جل في علاه. وفي الحديث: لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم بأرض أظل راحلته بأرض فلاه وعليها طعامه وشرابه حتى إذا أيس منها استظل تحت ظل شجرة ينتظر الموت، فبينما هو كذلك إذا بخطام ناقته عند رأسه فأمسك بخطام الناقة وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذا المثل الذي ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام يبين أن هذا الفرح هو أشد فرح يتصور في العباد. هذا الفرح عندما تتصور فرح العباد هذا أشد فرح. شخص في الصحراء ما عنده أحد ولا أنيس ولا جليس ولا رفيق، وراحلته التي عليها طعامه وشرابه انفلتت ولا يدري أين هي، وفي هذه الصحراء القاحلة
وتحت ظل الشجرة ينتظر الموت التدريجي، ثم يجد خطام الناقة. أي فرح هذا؟ فنبينا عليه الصلاة والسلام ذكر لنا هذه الصورة للفرح الذي هو أشد فرح يتصور في الإنسان، قائلا لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته، مع أنه سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة من أطاع، ولا تضره معصية من عصى، ولا تنفعه توبة التائبين، ولا إنابة المنيبين، ولا استغفار المستغفرين، ولا صلاة المصلين، ولا ذكر الذاكرين. كل ذلك لا ينفعه شيئا ولا يزيد في ملكه شيئا. هو القائل سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد. الكون هذا كله إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يذهبه أذهبه بكلمة واحدة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وإيجاد خلق جديد بكلمة واحدة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. خلقه كلام، وعطاؤه كلام، ومنعه كلام سبحانه وتعالى، فلا تنفعه توبة من تاب. ومع هذا الغنى الكامل يفرح جل في علاه بتوبة عبده إذا تاب. ولهذا ينبغي على التائب أن يحسن الظن بالله، أن يحسن الظن بالله تبارك وتعالى، لأن كثير من الناس قد يسرف على نفسه بالذنوب والآثام والخطايا، ثم إذا حدثته نفسه بالتوبة تعاظم هذه الذنوب واستكثر أن يغفر مثلها، وجاءه الشيطان وقنطه من رحمة الله ويأسه من روح الله. والله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا بدون استثناء. إن الله يغفر الذنوب جميعا بدون استثناء، يشمل كل ذنب، كل ذنب، كفر، إلحاد، زندقة، فواحش، إجرام، أي ذنب، كل الذنوب يغفرها الله سبحانه وتعالى، أي لمن تاب وصدق مع الله سبحانه وتعالى في التوبة إليه جل في علاه، بدليل قوله: لا تقنطوا من رحمة الله. لا تقنطوا من رحمة الله، أي توبوا إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة، فإنه سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. فالتائب يجب عليه أن يحسن الظن بالله، وأن الله عز وجل لا يتعاظمه ذنب أن يغفره مهما عظمت الذنوب ومهما كثرت ومهما تعددت، فالله لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، وهو التواب الرحيم جل في علاه. في مقام طلب الرزق، الإنسان قليل ذات اليد الفقير الذي اشتدت به الحاجة، عظم به الفقر، ليحسن الظن بالله، ليحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا الرزاق، وعليه أن يبتغي عند الله الرزق. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فيحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أن يرزقه عندما يقوم ببذل الأسباب وسؤال الرب تبارك وتعالى، يكون حسن الظن بالله أن الله سبحانه وتعالى يجود عليه ويمن عليه ويتفضل. في باب الأمراض والأسقام التي تصيب العباد، أحيانا يتحدث بعض الناس وربما بعض حتى الأطباء والمتخصصين وغير ذلك قد يتحدثون عن بعض الأمراض أنها مستعصية وأنها لا علاج لها، ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: ما أنزل الله من داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فالذي يقول هذا مرض مستعصي، هذا يتحدث عن جهله بعلاجه، هذا يتحدث عندما يقول هذا مرض مستعصي، هذا يتحدث عن جهله بعلاجه، وإلا ما أنزل الله من داء إلا وله دواء. ولهذا المريض مهما كان المرض ومهما وصف بالأوصاف مستعصي أو غير ذلك أو هذا ليس له علاج، فليحسن الظن بالله، فليحسن الظن بالله. وخليل الرحمن
عليه الصلاة والسلام يقول: وإذا مرضت فهو يشفين. ونبينا عليه الصلاة والسلام إذا جيء له بمريض قال: اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. انتبه لهذه الفائدة: لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. عادة فيما يعرف الناس أن كثير من الأمراض قد يشفى منها الإنسان ويبقى آثار جانبية تتولد عن المرض، وهنا يسأل الله عز وجل سؤالا يجمع شفاءه من المرض والعلة التي أصابته، وأيضا من المخاوف والآثار التي يتوقع أو أنها تحصل عقب مثل هذا المرض، شفاء لا يغادر سقما. ومثله ما جاء في الحديث أن يقول 3 مرات بسم الله ثم يقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. من شر ما أجد أي من ألم ووجع ومرض، وأحاذر عادة المريض إضافة إلى توجعه وشكاية من مرضه المعين لديه مخاوف من تفاقم المرض وتزايده، فهذا تعوذ يشمل ذلك، فيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويبذل الأسباب المشروعة. تداووا عباد الله، ما أنزل الله من داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، وجهله من جهله. فيحسن الظن بالله، يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. تحدث أحد المعاصرين عن مرض أصابه وهو ما يعرف بالسرطان، وكان في أحشائه، وكان ذا مال، وتنقل في علاجه إلى مستشفيات كثيرة في العالم كما وصف هو ذلك، وسمعته بصوته في تسجيل له. فآخر مطافه في تنقلاته في العلاج التقى بطبيب في الأردن، فقال له الطبيب: أنصحك ألا تضيع هذه الأموال في التنقلات والعلاج، وعليك أن تذهب إلى مكة تقضي فيها ما بقي من حياتك، تقضي فيها ما بقي من حياتك. يقول: خرجت منه وفعلا ذهبت إلى مكة، ولكن ذهبت وأنا على يقين بالله سبحانه أنه لا شفاء إلا شفاؤه، وأنه الشافي سبحانه وتعالى. وجلست عند بيت الله أشرب من ماء زمزم وأدعو الله وألح عليه بالدعاء. يقول: الأسبوع الأول توقفت الآلام، الأسبوع الثاني أصبحت الطعام الذي آخذه لا يرجع، العادة ما أخذه من طعام ما تقبله جوفي. الأسبوع الثالث يقول: شبهت نفسي بشجرة يابسة وبدأت. يقول: فأخذت شهرا ثم رجعت وأجريت فحص بالمنظار وسألت الطبيب، قال: ما شاء الله أحشاؤك مثل أحشاء الطفل. يقول: ما فيها شيء، ما فيها شيء. فباب حسن الظن بالله سبحانه وتعالى ينبغي أن يصاحب المسلم. حسن الظن ما هو كلام، حسن الظن ليست كلمة يقول الإنسان، عقيدة تملأ قلبه، عقيدة تملأ قلبه مع صدق، مع صدق مع الله سبحانه وتعالى في حسن ظنه بالله. وإلا من السهل على الإنسان أن يقول أنا حسن الظن بالله، أن يقول هذه الكلمة، لكن حسن الظن بالله هي عقيدة تملأ قلب الإنسان، منبعها كما قدمت حسن المعرفة بالله وبأسمائه سبحانه وصفاته، وأنه لا يعجزه شيء، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير جل في علاه، وأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وأنه وسع كل شيء رحمة وعلما وفضلا وجودا وإحسانا سبحانه وتعالى. فإذا وجدت هذه العقيدة وملأت قلب الإنسان أثمرت بإذن الله تبارك وتعالى الثمار. وهذا يوضح لكم هذا القسم الذي قاله ابن مسعود
قال والذي لا إله إلا هو لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله. حسن الظن بالله أمر ليس بالهين، أمر ليس بالهين، وآثاره على العبد آثار عظيمة جدا وجليلة للغاية. الشاهد أن هذا الحسن حسن الظن بالله جل وعلا ينبغي أن يكون مصاحبا للمسلم في جميع أموره وجميع شؤونه، وأن يعمل على تنمية هذا الإحسان في الظن بربه سبحانه وتعالى، ويقوي هذه العقيدة، يقوي هذا الإيمان بالله جل وعلا. وضد حسن الظن بالله جل وعلا سوء الظن والعياذ بالله. والله عز وجل ذكر سوء الظن به في أوصاف المشركين والمنافقين، وما ذكر كما قال العلماء عقوبة أشد من عقوبة من كان سيء الظن بالله. وتأمل ذلك في قول الله سبحانه وتعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فما ذكر الله عقوبة من العقوبات أشد من عقوبة سيء الظن بالله سبحانه وتعالى. وثمة مواضع في الحياة محك تبرز العقيدة وحال الإنسان مع ربه، أهو حسن ظن بربه أو سيء ظن، ولا سيما المواقف الصعبة، المواقف الشديدة. انظر مثلا قول الله سبحانه وتعالى في شأن المنافقين في ذكر غزوة أحد، قال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. لما حصل شيء يسير من الفشل والتنازع والتأخر، ظن أهل النفاق عندما رأوا ذلك أن هذا انتهاء للإسلام واستئصال له، وأن لن يبقى للإسلام بقية، وأن هذا الذي حصل الآن سيكون أمرا حاسما وقضاء على الدين. هذا مبني على السوء الظن بالله، لأن الله عز وجل ناصر دينه ومعلي كلمته. من يعرف الله بأنه ناصر دينه وأنه معلي كلمته لا يدخل إلى قلبه هذا الظن أبدا، بل لا يظن بالله إلا أنه ينصر أولياءه وأنه يعلي كلمته. لكن من به مرض وفساد في الاعتقاد يظن بالله هذا، يظن أن الإسلام يستأصل وأنه لا يبقى للمسلمين باقية وأنه إلى آخره من فساد الاعتقاد وفساد الذي هو سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. فالأمور التي هي محك تكشف عن فساد العقيدة وتكشف عن سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي على المسلم أن تعظم عنايته بهذا الباب، وأن يكون دائما حسن الظن بالله تبارك وتعالى، وأن يكون هذا الإحسان للظن بالله جل وعلا متبوعا بحسن العمل وحسن التعبد وحسن الإقبال على الله وحسن التوكل على الله وحسن الثقة بالله جل وعلا، والبعد عن ما يسخط الله جل وعلا ويغضبه جل في علاه. وحسن الظن بالله عز وجل لا يمكن أن يوجد في قلب أحد إلا إذا أوجده الله. حسن الظن بالله لا يمكن أن يوجد في قلب إنسان إلا إذا أوجد الله في قلبك حسن الظن به. فحسن الظن بالله هبة من الله لمن شاء من عباده. فلكي تكون حسن الظن بالله سل الله عز وجل من فضله، سل الله أن يرزقك قلبا سليما حسن الظن بالله، لأنه لا يمكن أن يحسن ظنك بالله وأن يصلح قلبك
فيكون حسن الظن بالله إلا إذا كتب الله لك ذلك. أرأيتم كلمة ابن مسعود ماذا قال؟ والله الذي لا إله إلا هو ما أعطي عبد مؤمن عطاء خيرا من حسن الظن بالله. فحسن الظن عطاء من الله، منة من الله، هبة من الله يمن بها سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده. فهذا يبين لك. وأيضا في خاتمة كلامه قال ذلك أن الخير بيده، فلا يمكن أن يكون القلب حسن الظن بالله إلا إذا لجأ إلى الله سبحانه وتعالى وألح عليه تبارك وتعالى بالسؤال. ومن الدعوات العظيمة ما جاء في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اكتنز الناس الدرهم والدينار فاكتنز هذا الدعاء. إذا اكتنز الناس الدرهم والدينار فاكتنز هذا الدعاء: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. قوله قلبا سليما يشمل في عمومه سلامة القلب من سوء الظن بالله، سلامة القلب من سوء الظن بالله. ولا ينجو عند الله يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم، ومن ذلكم السلامة من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. ومن الدعوات العظيمة في هذا الباب ما ثبت في صحيح مسلم: اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. الحديث عن هذا الموضوع حديث واسع، لكنني أختم بتنبيه نبه عليه العلماء. وفي كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب عظيم في هذا الموضوع. قال: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وترى في شرح هذا الباب من كتاب التوحيد فوائد عظيمة جدا وثمينة للغاية في هذا الباب، باب حسن الظن بالله والتحذير من ضده ألا وهو سوء الظن بالله. سوء الظن بالله عياذا بالله من ذلك درجات، منها من يبلغ به سوء ظنه بالله إلى الزندقة والكفر والإلحاد والخروج من الملة، ومنهم من يكون سوء ظنه بالله تبارك وتعالى دون ذلك. والناس في هذا الباب بين مقل ومستكثر ومكرم بأن نجاه الله سبحانه وتعالى وسلمه ووقاه من سوء الظن ووفقه لحسن الظن بالله جل وعلا. لكن كما نبه العلماء ينبغي على العبد أن يحاسب نفسه وأن يزن أعماله وأن يفتش في قلبه، لأنه يتسلل أحيانا في بعض المواقف أو كثير من المواقف إلى أمور هي داخلة في باب سوء الظن بالله، في باب سوء الظن بالله. أضرب أمثلة من واقع الناس. أحيانا بعض الناس يكون مثلا عنده استقامة ودين وعبادة وصلاح ومحافظة على طاعة الله، ويمر مثلا على أحد القصور الجميلة ولديه الخدم والحشم والمركوب وإلى آخر ذلك، ويعرف أن مثلا صاحب هذا القصور أو صاحب هذا لا يصلي ومثلا عنده كذا، فيدخل عليه والعياذ بالله سوء ظن بالله. يقول: كيف الآن هذا في هذه الأمور وهذه المعاصي وأنا العابد المطيع المستقيم المحافظ على طاعة الله وليس عندي مثله؟ هذا سوء ظن بالله، هذا سوء ظن بالله، لأن هذا الذي أعطاه الدنيا أو أعطاه شيء من الدنيا ليس هذا دليل على الرضا، والذي حرم من شيء من الدنيا ليس دليلا على السخط. والله سبحانه وتعالى يقول: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي
أكرمن يحبني ويعطيني وإلى آخره. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، هذا كلام الناس. لكن ماذا قال الله؟ كلا. الله قال كلا، يعني ليس كما تظنون، ليس من أعطاه الله الأموال ودليل على أنه يرضى عنه، وليس من أيضا ضيق عليه ذات اليد أو ابتلاه بالأمراض أو الأسقام، ليس دليل على أنه يبغضه أو لا يحبه سبحانه. وإنما هذا وذاك كل منهما مبتلى، ابتلاه، هذا ابتلاه بالغنى وهذا ابتلاه بالفقر، هذا ابتلاه بالصحة وهذا ابتلاه بالمرض، هذا ابتلاه باليسر وهذا ابتلاه بالعسر. الدنيا ابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فهذا كله ابتلاء وامتحان، ابتلاء وامتحان. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. فالمؤمن مبتلى وممتحن في سرائه وضرائه. عدت مرة رجلا أحسبه من العباد ومريض، وحدثني بعض قرابته أن فيه أمراض كثيرة وآلام وأتعاب، فزرت أنا واحد الأشخاص وسألته، قلت أبو فلان بشر عن صحتك وأخبارك أمورك. قال بشرك بخير، وجهه مسفر، قال بشرك بخير بنعمة والله كذا هكذا. قال والله ما أظن بالمملكة أسعد مني، وله 4 سنوات بين الجدران الأربعة وأوجاع وآلام، ويقول والله ما أظن بالمملكة أسعد مني. وتجد إنسان عنده صحة وعافية وأموال ودائما في قلق وفي ضجر، وإذا أوى إلى فراشه زاد عليه القلق والتقلب والكدر. فالشاهد من ذلك أن هذا ابتلاء، يبتلي بالمال وبالفقر، يبتلي بالصحة وبالمرض، يبتلي بالسراء والضراء، كل هؤلاء مبتلون وفي امتحان. ولهذا ينبغي أن يحسن المرء الظن بالله في سرائه وضرائه، في شدته ورخائه. حتى المرض الذي يصيب العبد ينبغي أن يحسن العبد الظن بالله. وفي الجنة ومنازل الآخرة من الرتب والمنازل لا يبلغها العبد بأعماله، وإنما يبلغها بصبره على المصاب، وصبره على البلوى، وصبره على الشدة، فترتفع منازله. ولهذا يحسن الظن بالله سبحانه حتى في شدته، حتى في فقره، حتى في مرضه، في جميع أموره يكون حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يرزقنا أجمعين حسن الظن به، وأن يعيذنا من سوء الظن، وأن يرزقنا أجمعين حسن الاعتقاد وحسن الإيمان وصلاح العمل وصلاح الذرية وصلاح النية، وأن يهدينا أجمعين إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين، واكتب الصحة والعافية والسلامة والأمن والإيمان لعموم المسلمين.
اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تنصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا وحافظا ومؤيدا. اللهم يا ربنا احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمن روعاتهم واستر عوراتهم. اللهم اكس عاريهم وأشبع جائعهم وأروي عطشانهم واشف مريضهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. هلا بالشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا لشيخنا الفاضل جزاه الله خير، الذي تكتب كلمته هذه بماء الذهب وأغلى من ماء الذهب. لدي اقتراح وسؤال. الاقتراح اقترح على الأخوين الكريمين حمد وخالد وأبنائهم، اقترح على حمد وخالد وأبنائهم أن يجمعوا ما قاله الشيخ عبد الرزاق بالذات في أشرطة وتوزع، ولا سيما على الحاضرين، كي يسمعها من وراءنا من النساء والأولاد والأحفاد، لأنها والله ولا يستطيع أحدنا أن ينقلها كما هي مهما أوتي، والله لا يستطيع. فرجاء أن تطبع محاضرات الشيخ عبد الرزاق بالذات أقول بالذات وتوزع. السؤال يا شيخ، كثير من الأطباء والأدباء وغيرهم يقولون أن المولود الفلاني ولد بعيب خلقي، عندما يكون فيه ثقب في القلب أو عنده اعوجاج في الأنف. كلمة عيب خلقي هل تقبل وهي خلقة الله سبحانه وتعالى؟ هذا السؤال، وشكرا جزيلا. قول بعض الأطباء، سواء ما أشير إليه في هذا السؤال أو أيضا أقوالهم الأخرى، ربما كثير منها لا تكون موزونة بميزان الشرع،
لأن كثير منهم له دراسة تخصصية في مجاله وليس عنده عناية دقيقة بالألفاظ الشرعية وما ينبغي أن يكون عليه المسلم في ألفاظه من أدب مع الله سبحانه وتعالى ومراعاة للكلمات السليمة التي لا مأخذ عليها من جهة الشرع. ولهذا يأتي على الألسنة سواء الأطباء أو غيرهم من الألفاظ التي تكون فيها شيء من عدم مراعاة الأدب مع الله سبحانه وتعالى، مع الله سبحانه وتعالى. والمعائب التي تكون في الإنسان ما يتعلق بأفعال العبد، ما يتعلق بأفعال العبد، والأمور على قسمين: مصائب ومعائب. مصائب ومعائب. المعائب هذه في أفعال العبد، المعائب في أفعال العبد من تقصير في طاعة الله، من ارتكاب للمحرمات، من وقوع في الآثام إلى غير ذلك. والمصائب ما يبتلي الله سبحانه وتعالى عبده به. ولهذا العلماء يقولون يحتج بالقدر في المصائب دون المعائب، يحتج بالقدر في المصائب دون المعائب. المعائب التي فعل العبد لا يحتج بالقدر عليها، لكن المصائب التي يبتلي الله سبحانه وتعالى بها عبده، مثل إنسان ولد مثلا فيها نقص في بعض بدنه، أو مثلا ضعف في جوانب من هذه من المصائب. والله قال في القرآن: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. تفضل. فضيلة الشيخ جزاك الله خير، كيف يعيش المؤمن؟ وين اللي يتكلم الحين؟ هنا يا شيخ، الله يجزيك خير. أنا أشرت على هذا والكلام جاء هنا. تفضل. تفضل يا أخي. كيف يحسن المؤمن ظنه بالله عند الموت، وكيف يتخبطه الشيطان، وكيف يعيش بين الخوف والرجاء، وهل الرجاء يكون عند الموت؟ جزاكم الله خير. سؤال جميل، ويتعلق بتوضيح جانب مهم جدا في الموضوع، لأن مر معنا في الحديث حديث جابر وهو في صحيح مسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بثلاث وهو يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، إلا وهو يحسن الظن بالله. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون ينبغي أن يكون عند العبد توازن بين الرجاء والخوف، الرغبة والرهبة. يدعوننا رغبا ورهبا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فيجمع بين الرجاء والخوف. لكن قالوا يغلب عند الموت جانب الرجاء، يغلب عند الموت جانب الرجاء، عملا بهذا الحديث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. فيغلب جانب الرجاء. ليس معنى يغلب جانب الرجاء يلغي الخوف، بل مع وجود الخوف يغلب جانب الرجاء، لا أنه يلغي الخوف، وإنما يغلب جانب الرجاء، رجاء رحمة الله سبحانه وتعالى، فلا يموت إلا وهو على هذه الحال، حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ومن ظن بالله خيرا فله، ومن ظن شرا فله. ولهذا ينبغي أن يظن بربه تبارك وتعالى خيرا، وأن يغلب جانب حسن الظن، وأن يغلب جانب الرجاء عند الموت. أما في حياته فينبغي أن يكون الرجاء والموت أن يأتي بهما متوازنين متكافئين. أما تخبط الشيطان
للإنسان. فالشيطان لا يزال عياذا بالله منه مع الإنسان إلى أن تخرج روحه، وأشد ما يكون عليه في لحظاته الأخيرة، حتى نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه في لحظاته الأخيرة سمع يقول لا بعد لا بعد، سمع من هذه الكلمة، فسأله أظن ابنه كان عنده قال سمعتك تقول لا بعد، قال الشيطان قائم عند رأسي ويقول فتني يا أحمد، فقلت لا بعد، يعني حتى تخرج الروح، ما يأمن الإنسان على نفسه، والشيطان أشد ما يكون على العبد في مثل هذه اللحظات الأخيرة، ليقنطه مثلا من رحمة الله، لييأسه من روح الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. فيستعيذ العبد بالله سبحانه وتعالى من الشيطان، ومن استعاذ بالله أعاذه، ومن اعتصم بالله كفاه. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خيرا شيخ عبد الرزاق. يعني أريد أن أضيف إضافة بسيطة من منظور الطبيب وليس من منظور المريض. أبدأها بقصتين قصيرتين في حياتي العملية. أنا طبيب عناية مركزة صار لي أكثر من 25 من ربع قرن وأنا أعمل في العناية المركزة. فأذكر من الأشياء اللي تحضرني الآن أنه كان عندي مريض وساءت حالته، وأدركنا يعني أنا وزملائي الأطباء أنه يعني اقتربت نهايته، وكنت أيامها يعني ذو عهد قريب بالمكان اللي أعمل فيه، وعملت فيه فترة يعني أكثر من 20 سنة في ألمانيا. وكان هناك من العادة أن احنا دائما نتصل بأهل المريض إذا ساءت حالته، إذا رأينا أنه هو يعني اقترب أجله، ونخبرهم أنه هو يعني حتى يأتوا ويودعوه ويجلسوا معه. فقلت هذا أوجب بالنسبة للمسلمين حتى يعني يكونوا حاضرين، ربما يلقنوه وربما يقرأوا له بعض الأدعية. فاتصلت بأهله، فأتاني واحد يعني عدواني جدا، قال يعني من أدراك أنت، إيش فهمك، وربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وكيف أنت تقول أنه هو يعني اقتربت نهايته. فقلت له يعني هذا ما أقوله من خلال تجربتي ومن خلال خبرتي، وأنا أعلم تماما ربنا سبحانه وتعالى قادر على أن يحيي الموتى، حتى لو أنه هو مات ربنا قادر على أن يحيي الموتى. ولكن حتى العلم اللي أنا أتحدث عنه هذا منحة من الله سبحانه وتعالى. يعني المهم بعد النزاع يبدو أنه هو في النهاية اقتنع بأنه فعلا مريضه يعني اقترب أجله، فأتى بعدد كبير جدا من العائلة وجلسوا معه، وفعلا توفي المريض بعد يعني قرابة الساعتين. هذه قصة صغيرة أنا هعلق عليها يعني فيما بعد. القصة الأخرى أنه كان عندي مريض هنا في المدينة يعني بعد عملية جراحية استقرت حالته جدا جدا، وأصر الرجل أنه هو يدعو الطاقم اللي سوى له العملية عنده في البيت. فذهبت أنا وواحد من الزملاء زرناه، وبعد كده يعني بعد شهور طويلة أتانا مرة أخرى في حالة متردية جدا للمستشفى، وقررنا أن احنا نعمل له يعني عملية أخرى. فالتقيت بالمريض لأني أعرفه معرفة شخصية، وتحدثت معه فقال يا دكتور أنا أعلم أني مغادر، وقد حزمت أمري، وتواصلت مع أولادي حتى يدفعوا عني ديوني، حتى لا يبقى علي أبدا أي دين، وحتى يعني يسووا أمري. فقلت يعني هونت عليه، قلت يعني إن شاء الله يعني بكرة الصباح هنلتقي وحتكون حالتك يعني أفضل من هذا، وبعد العملية الثانية إن شاء الله أمورك هتستقر وحتكون كذا كذا. وتوعدت معه أنه أراه في اليوم الثاني في 7 صباحا. فذهبت 7 صباحا فوجدته توفي. تعليقي أنه يعني أحيانا بعض المرضى يعني يجعل حسن الظن بالله سبحانه وتعالى وثقته بأن ربنا سبحانه وتعالى يشفي المرضى يجعلها في نهاية المطاف. الأول يثق ثقة عمياء بأن الأطباء هيسووا كل شيء، وأنه هذه يعني إذا عجز الأطباء يبقى يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني أنا أعتبر أنه هذا خطأ شديد، أنه لابد الواحد يقرن الاثنين، يقرن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى وبالعمل، أنه هو يسعى إلى أنه هو يتواصل مع الطبيب المتخصص الماهر المؤمن اللي يعطيه الاثنين، يعطيه الدواء المادي ويعطيه كمان يعني بعض الشحنات الإيمانية اللي تساعد في شفائه.
بالنسبة للثاني لابد ان احنا نعلم، يعني من الملحوظات ان احنا نعلم ان احنا من عباد الله سبحانه وتعالى، وانه يجري علينا القدر، وان احنا مأمورين بان احنا نرضى بالقدر خيره وشره، وانه يعني انه في يعني ايات كونيه تسري علينا. يعني اذا اجتمعت امراض وحاله معينه لابد ان احنا ندرك انه يعني ان الانسان حيموت. أنا يعني لا أريد الإطالة، لكن يعني هذا من منظور الطبيب، إنه يعني وإضافة صغيرة جدا ربما ليس لها علاقة بالكلام، إنه يعني أنا في حياتي الطويلة كطبيب رأيت عجائب في المدينة المنورة. يعني رأيت أشياء لا تتعلق بالمقدمات، يعني تقدم نفس الجهد وترى نتائج يعني غير متوقعة في حسنها، الحمد لله رب العالمين. فلنا أن نعلم أن هذه المدينة مباركة حتى في العلاج، حتى في الشفاء. يعني أنا شفت أشياء كثيرة، يعني أستطيع المقارنة بين نفس الحالات ونفس الجهد ونفس الدواء والإمكانات أقل، ولكن النتائج مبهرة. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هذا ما أردت أقوله على عجالة. جزاكم الله خير. أثابك الله وجزاك خيرا على ما تفضلت وبينت. وذكرتم حفظكم الله قصتين، وباب القصص وهذا تقفون على شواهد لا يقف عليها كثير من الناس إلا أمثالكم ممن يعاين هذه الأمور ويرى في هذه القصص من العبر وعجائب صنع الله سبحانه وتعالى أمور تبهر العقول، تقفون عليها ما لا يقف عليها من ليس في هذا المجال، وخاصة ممن في العناية المركزة وفي مثل هذا المجال. لكن القصص ذكرتم قصتين أيضا كما تعلمون، في مقابلها قصص أعجب من ذلك، في مقابلها قصص يعني من أعجب ما مر علي. ذكر لي عن أحد الأشخاص في المدينة وطالت الغيبوبة، وأيضا ذكر بعض الأطباء أن حالته حسب وصفهم ميؤوس منها، وكان بعض أقاربه عند سرير هذا المريض يتحدثون حول التبرع ببعض أعضائه، كانوا يتحدثون حول بعض التبرع ببعض أعضائه. وهذا الشخص كما ذكر لي الآن يدرس في مدرسة وأفاق من غيبوبته وشفي من مرضه، وذكر لهم كلامهم الذي كانوا يتشاورون به، كان يسمعه ولكن ما يستطيع أن يتكلم بشيء. فالأمر لله من قبل ومن بعد. لكن نبهتم على قضية حقيقة مهمة أرى أنها جزء منها مسؤولية الطبيب. كثير من المرضى يأتي إلى الطبيب وعنده نوع تعلق به، فينبغي على أن يكون على لسان الطبيب عبارة ييقظ فيها توكل المريض على الله والتجاءه إلى الله عز وجل. وهذا يفعل بعض الأطباء، يعني يجعل على لسانه دائما ويعالج المريض، العافية من الله، الشفاء من الله، نحن نبذل السبب، ما بيدنا إلا السبب، الجأ إلى الله. تكون هذه دائما على لسان الطبيب حتى يتيقظ المريض، ولا تكون يعني سيطرة المرض وألم المرض ومعاناته تجعل فيه هذا الالتجاء إلى هذا المخلوق الذي ليس بيده شيء. فهذا جانب حقيقة يعتبر من مسؤولية الطبيب. وبعض الأطباء يوفق في هذا الجانب، وبعضهم يقوي جانب تعلق المريض به، وهذا يحصل من بعض الأطباء، يقوي جانب تعلق المريض به، فمثلا يحدث عن نفسه وأني كذا وأني كذا وأنا فعلت كذا، فيزداد تعلق المريض به. بينما ينبغي في مقام المعالجة أن الطبيب يعتني بتقوية صلة المريض بالله سبحانه وتعالى، ويبعده عن هذا التعلق الذي
يكون بمخلوق مثله لا يملك نفعا ولا ضرا ولا عطاء ولا منعا، وإنما الأمر بيد الله سبحانه وتعالى وحده. ثم عند ما يتحدث عن حسن الظن بالله، حسن الظن بالله كما أنه يتناول الشفاء من المرض، يتناول أمرا أهم من الشفاء من المرض، وهو حسن الخاتمة. حسن الخاتمة وتكفير الذنوب والخطايا ورفعة الدرجات. لا يختص حسن الظن بالله في الشفاء من هذا المرض، وإنما يتناول خير الدنيا والآخرة في حسن ظنه بربه سبحانه وتعالى. وهذا ما يعني أشير إليه في هذه الكلمة، أن باب حسن الظن باب واسع ويتناول جوانب كثيرة. وأما ما أشرتم إليه في قضية يعني أن الطبيب قد يرى من العلامات ما يظن أن هذا نهاية المريض أو نحو ذلك، هذا لها أصل في الأحاديث، مثل الحديث الذي في الصحيح لما حضر أبو طالب الوفاة قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. وكان عند أبو جهل وبعض المشركين فقالوا له: بل على ملة عبد المطلب. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقالوا: بل على ملة عبد المطلب. وخرجت روحه وهو يقول: بل على ملة عبد المطلب. وأنزل الله تبارك وتعالى قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالأمارات قد تعرف، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وأكرر جزاك الله خيرا على ما تفضلت به، ونسأل الله لنا أجمعين التوفيق والسداد والعون على كل خير. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. ينبغي على المسلم أن يصاحبه حسن الظن بالله في كل تعبداته، وأوضح ذلك. ينبغي أن يصاحبه حسن الظن بالله تبارك وتعالى في كل تعبداته. مثلا إذا دعوت الله فأحسن الظن بالله، وتذكر قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فأحسن الظن بالله أن يجيب دعاءك وأن يحقق رجاءك وأن يعطيك سؤلك. إذا كنت مذنبا ومقصرا أحسن الظن بالله، لا تستولي عليك الذنوب والمعاصي والآثام وتقول ذنوبي كثيرة ويستولي عليك اليأس والقنوط. لا تكن كذلك، أحسن الظن بالله وأنه سبحانه يغفر الذنوب مهما عظمت ومهما كثرت، وهو القائل جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب. نعم، وهو القائل سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه